بصوا فيديو النهارده صغنن جدا، لان هو اصلا مش فيديو، ده هو تكمله لفيديو المره اللي فاتت بتاع الكيمو كونو. وانا بعمل ايس كريم المره اللي فاتت بقى ميني ايس كريم. ف وما كنتش حابه بصراحه اعمله بولات، لان انا عملت قبل كده. فقررنا نعمله ساندويتش بسكوته ايس كريم من النص وبسكوته من تحت. التكنيك كان بسيط جدا، ممكن تتفرجي على الفيديو المرة اللي فاتت بتاع الوصفة بتاعة الايس كريم ذات نفسها. انا حطيتها في صينية ما بينها ستريتش راب او كيس سندوتشات. دخلت الفريزر لمدة 4 ساعات. طلعت حطيت البسكوت بس، وانتي بتحطي البسكوت من فوق حاولي تفتكري الرصة عاملة ازاي عشان تحطيها هي من تحت. بس دخلتها البسكوتة والايس كريم كمان نص ساعة الفريزر، وطلعتهم قطعت وهرصتهم زي ما انتم شايفين كده في الطبق. البسكوت بسكوت سادة عادي خالص، بسكوت شاي. آه ممكن تعملي صابليه في البيت وتحطيه عادي، هيبقى طعمه حلو، بس هيبقى دسم شوية، فهو الطعم الطبيعي بتاعه بسكوت شاي. عايزة اجيب بسكوت شاي شوكولاتة، بسكوت شاي عادي، اي حاجة. هو اصلا باكل بسكوت الشاي ده موجود دلوقتي عند المستلزمات، كيس كده فيه 5 صوابع ب15 جنيه تقريبا. انا محتاجتش الكيس كله، اصلا خدت صباعين بس. ده شكله بسيط جدا وسهل والولاد بيحبوه، وحاجة كده سهلة للآيس كريم اللي يبقى. باي باي.